السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل لكم صوابع البطاطس بالموتزاريلا المقليه بطريقه سهله جدا وبسيطه. انا هنا معايا بطاطسيتين كبار، انا مقطعاهم مكعبات وغسلهم كويس قوي. هحطهم عشان اسلقهم. هزود لهم ميه واحط الحله على النار لحد ما يتسلقوا معايا خالص. دي كده البطاطس بتاعتي بعد ما اتسلقت، انا هرسها هرس ناعم خالص. بعد كده هضيف لهم 3 معالق كبيره من النشا، ربع معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهعجنهم مع بعض كويس لحد ما البطاطس تشكل معايا عجينه بالطريقه دي. بعد كده هجيب دول صوابع جبنه الموتزاريلا، هجيب اعواد الخشبيه للشيش طاووق واحطهم في الجبنه الموتزاريلا بالطريقه دي لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. بعد كده هجيب العجينه البطاطس اللي انا عملتها. هي العجينه بتلزق في الايد شويه، البطاطس عامه بتبقى بتلزق في الايد، فانت قبل ما تمسكيها بلي ايدك بالميه وخدي قطعه من العجينه ولفيها على الجبنه الموتزاريلا بالطريقه دي. وفي كل مره بتبلي ايدك بالميه وبتعجني البطاطس بتاعتك لحد ما اخلص الكميه كلها الموجوده معايا. انا بلفها لحد ما تبقى معايا بالشكل ده، انا كده خلصت الكميه بتاعتي. بعد كده هبتدي اتبلها. انا معايا هنا دقيق، بيضتين مخفوقين، معايا بقسماط مطحون خشن اللي هو بقسماط الكورن فليكس. هتبل البطاطس بتاعتي في الدقيق الاول وبعد كده هحطها في البيض وبعد كده هتبلها بالبقسماط. وعشان الطبقه تبقى معايا اتقل ويكون مقرمشه اكتر انا هحطها في البيض تاني، وبعد كده هحط طبقه البقسماط عليها واتبلها من كل ناحيه بحيث ما يبقاش فيها حته فاضيه لحد ما تبقى معايا بالمنظر ده. ودي كميه كلها بعد ما تبلتها. بعد كده الزيت لازم يكون سخن، في زيت على نار متوسطه. انا هنزل البطاطس بتاعتي وهحمرها، مش هسيبها فتره طويله عشان اللي هي كده كده البطاطس مهروسه، وفي نفس الوقت من بره ما تتحرقش معايا، انا عايزاها باللون الذهبي ده. كده البطاطس بتاعتي بعد ما خلصت جميله جدا سهله جدا، الاطفال بتحبها. ممكن تدخلي مع البطاطس خضار مسلوق. لو اطفالك ما بتحبش تاكل الخضار لوحده ممكن تدخلي معاها اي حاجه انت تحبيها، سواء تعجني مع البطاطس جبن، خضار. بجد جميله جدا وسهله. لو اول مره تشوفي الفيديو ما تنسيش لايك الفيديو واشتراك القناه.